أهلا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبدأ الفيديو سمي الله وصلى على النبي. في الفيديو ده هنكمل كلامنا على الداتا تايبس. طبعا احنا كنا عرفنا ايه هي الداتا تايبس وايه هي البريمتيف داتا تايب وايه الفرق ما بينها وبين الكوليكشن. فاحنا كنا قلنا ان البريمتيف داتا تايب بتتعامل مع قيمة واحدة فقط، انما الكوليكشن بتتعامل مع مجموعة من القيم. يعني لو جيت قلت لك انت عندك دلوقتي مجموعة قيم عبارة عن 1 2 3 4، فلو جيت مثلا عملتها بالبريمتيف داتا تايب أكيد مش هتعرف تعمل. لو جيت قلت لك int النمبر يساوي مثلا 1 2 3 4، هتلاقي عندك ايرور. ليه؟ لأن البريمتيف داتا تايب بيتعامل مع مجموعة واحدة فقط، مجموعة واحدة. إنما بقى الكوليكشن داتا تايب بتتعامل مع مجموعة من القيم. طب ازاي أعمل كوليكشن؟ قلت لك بتكتب كلمة list، تحط ما بين أصغر من وأكبر من نوع البيانات اللي هتتخزن. فأنت عندك هنا أرقام، هتحط البيانات عبارة عن إيه؟ int، لأن هي أرقام. بعد كده بتكتب اسم بقى المتغير بتاعك، numbers مثلا بيساوي. طيب البيانات اللي هتتكتب هنا هتتكتب مثلا 1 2 3 4. قالك لأ، بتحط البيانات في square brackets، فهتحط 1 2 3 4. فزي ما انتوا شايفين مفيش error. ليه مفيش error؟ لأن الليست عبارة عن collection data type. طيب ال collection data type بتتعامل مع مجموعة من القيم، فده اللي كنا شرحناه في الفيديو اللي فات. فتعالى بقى نتكلم على الكوليكشن داتا تايب بالتفصيل. تعالى نمسح ده الكلام ده كده، وده برضه مش محتاجينه. طبعا يا شباب احنا عندنا 3 أنواع من الكوليكشن داتا تايب، ألا وهي list set وماب. طب ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم في طريقة تخزين البيانات. طبعا أنا لو شرحت لك دلوقتي طريقة تخزين كل واحدة فيهم أكيد مش هتفهم. فأنا لما هاجي أتكلم على الليست هشرح لك بالتفصيل طريقة التخزين فيها، وكذلك الست وكذلك الماب. فتعالى نتكلم بقى على الليست. بس قبل ما أتكلم على الليست في حاجة مهمة لازم تعرفها. فتعالى كده نعمل مثال. أنا دلوقتي يا شباب جيت قلت لكم عندي بيانات of strings، يعني مثلا عبده وأحمد ومجدي ومثلا كريم، تمام. فأنا لو جيت قلت لك عدد البيانات ديت قد إيه، هتقول لي 4. ليه 4؟ هتقول لي 1 2 3 4. رقم 4 دوت بنقول عليه اللينث بتاع الليست. يعني لو جيت قلت لك اللينث بتاع الليست دوت بيساوي كام، هتقول لي 4. ليه 4؟ أنا هتعد 1 2 3 4. طيب جيت قلت لك بقى تعالى خزن البيانات ديت. فأنت أول حاجة هتشوفها عندي مجموعة بيانات، يعني هتعامل مع collection، فتعالى نستخدم collection. هتقول لي مثلا list. طب list of ايه؟ عندك هنا strings، هتكتب بين أصغر من وأكبر من strings. بعد كده اسم الليست بتاعك، فأنا عندي هنا مثلا أسماء هسميها names بتساوي ما بين الكيرلي براكتس أحط البيانات بتاعتي. فأنا عندي هنا 4 بيانات، فهحط هنا 1 2 3 4. طيب هي الخانة ديت بنقول عليها ايه وقيمتها ايه؟ الخانة دي يا شباب بنقول عليها index. طيب index رقم كام؟ index رقم 0. هتقول لي ليه 0؟ ما انت عندك هنا 1 2 3 4. اقول لك لا، اما انت هتيجي تتعامل مع الليست هتبدأ من الصفر. في الأغلب أصلا المبرمجين يعني نبدأ كلامنا من الصفر. فأنت عندك هنا index رقم 0، index رقم 1، index رقم 2، index رقم كام؟ 3. تمام. فأنا دلوقتي عندي مجموعة بيانات اللينث بتاعهم بيساوي 4، فأنا رحت عملت 4 خانات للبيانات ديت. طيب
هي البيانات بقى تتخزن ازاي؟ هتقول لي أول قيمة هتروح في أول قيمة، وتاني قيمة في تاني قيمة، تالت قيمة في تالت قيمة، رابع قيمة في رابع قيمة. قال لك تمام. فأنا هاجي عند الخانة بتاعت عبده، قيمته كام في البيانات ديت؟ هتقول لي 1. فأنا هاجي هنا عند عبده وهخزنه في الليست بقى في الاندكس رقم 0. أحط هنا عبده، بعد كده أحط أحمد، بعد كده مجدي، بعد كده كريم. وعشان ما تتلخبطش يا شباب أنا عايزك تفصل ديت عن دي. يعني دلوقتي أنا عندي بيانات، والبيانات ديت قيمتهم 4، يعني اللينث بتاعهم بيساوي 4. أنا بقى عايز أخزن البيانات ديت في الليست. فلما تيجي تخزن البيانات في ليست أنت بتمشي على قانون إن أول قيمة في اللينث بتاع البيانات ديت اللي هي 1 هتتخزن في أول قيمة في الليست، واللي هي الاندكس بتاعها بيساوي 0. بعد كده عندي أحمد اللي هي قيمته في اللينث بتساوي 2. أنا عايز أخزن بقى القيمة ديت في الليست. هتتخزن فين؟ طبعا احنا خزننا أحمد فهيتخزن في الاندكس اللي بعده، فهيتخزن في الاندكس رقم 1. بعد كده مجدي هتخزن هنا، بعد كده كريم هتخزن هنا. فأنا دلوقتي لو جيت هنا، تعال هنا كده، عايزك تفصل ده عن دي. فأنا لو جيت هنا كنت بعتلك شوية بيانات وقلت لك طلع لي الاندكس بتاعها من غير ما تبص على الليست. فأنت عشان تعمل كده بتمشي على قانون. القانون هو إيه؟ n ناقص 1. طب ال n ده بيرمز لإيه؟ قيمة العنصر في اللينث. يعني مثلا أنا قلت لك طلع لي الاندكس بتاع مجدي في اللينث ديت. طيب ال n بيرمز لإيه؟ قيمة العنصر في اللينث. هو قيمته كام؟ 3. فتقول لي 3 ناقص 1 يساوي 2. فتعالى بقى نروح نشوف في الليست مجدي الاندكس بتاعه رقم كام؟ طلع 2. فتعالى نعمل مثال تاني. تعالى مثلا على كريم. قيمة كريم في اللينس كام؟ 4 ناقص 1 هيساوي كام؟ هيساوي 3. يبقى الاندكس بتاعه هيساوي 3. تعال نشوف كده الاندكس هنا كام؟ هتلاقيه بيساوي 3. فانت عشان تجيب اندكس عنصر بتمشي على قانون ايه؟ n ناقص 1. طبعا القانون ده مهم، في ناس كتيرة بتستخدمه، فانا حبيت اعرفهولك في الفيديو ده. بس كده يكون وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى تكون استفدت منه. مع السلامة.